هجوم الفريقين إلى أرضية الملعب هنا في استاد المحالة مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها القمة الأفرو آسيوية بين النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية هنا في أبها البهية وسط أجوائها الرائعة للغاية، وبالتأكيد مع هذا الحضور الجماهيري الكبير في هذه الليلة، حيث زملاء كريستيانو يريدون مواصلة المشوار بنجاح إلى النهائي، وزملائي أيضا الحارس أنس الزنيتي يأملون في مواصلة نجاحهم بعد صدارة مجموعتهم وأيضا وصولهم إلى ربع النهائي، حامل اللقب في مهمة صعبة للغاية ضد فريق يكتظ مليء بالنجوم بقيادة كريستيانو. مرحبا بكم معنا في القمة الأفرو آسيوية. قائمة الرجاء في مباراة الليلة أمامنا في تشكيل المدرب جوزيف زيمباور المدرب الألماني، يلعب بيان الزنيتي في حراسة المرمى، عبد الصمد بدوي، بوشعيب العراسي، اسماعيل مقدم، محمود بن تايك في الدفاع، روجي يولو مع قاسي زريدة، بولك صوت بوزوك في وسط الميدان، حسين رحيمي في قلب الهجوم. بالنسبة لرجاء النصر في هذه الأمسية يلعب بتشكيلة فيها نواف العقيدي، الغنام لاجامي مادو، تيليز، بروزو، خيبري، سيكو فوفانا، تاليسكا، ماني، كريستيانو رونالدو. في قائمة المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر الجديد. قبل انطلاقة المباراة حديث اللاعبين بين بالتأكيد قائمة من النجوم عند فريق النصر وأسماء جديدة في الوقت اللي فيه يراهن الرجاء على الأداء الجماعي اللي قدموه في هذه البطولة، لذلك كل شيء يبقى مفتوح فوفانا قبل انطلاقة هذه المباراة الكبيرة بين فريق يمثل القارة الآسيوية وآخر يمثل القارة الأفريقية في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية. نهائي مبكر لتحدي آسيوي أفريقي يا منيب على كأس عربية تحمل اسم غالي على الجميع، كأس الملك سلمان للأندية العربية بين النصر والرجاء في هذه الموقعة العربية الكبيرة اللي نأمل أن تكون ممتعة بين الفريقين. كل شيء أصبح جاهز لانطلاقة القمة. محمود البنا يشير والبقية وربما أيضا أسماء قادمة على مستوى الخط الخلفي. كرة أمامية محاولة لمصلحة الرجاء في هذه الأثناء، تمريرة في الجهة اليسرى، بن تايك محمود يصل كرة يبحث عن حلول تسلل عليه في اللقطة الماضية، تسلل في اللقطة الماضية. الكرة اللي طالت نعم في إشارة من جانب حكم، ولا زلنا ننتظر الشرارة الأولى. كرة عرضية خطيرة بالراس، خطيرة جدا لكنها جاءت عالية من أولو روجي يولو صاحب الفرصة الأخطر في هذه اللقطة بضربة رأسية هائلة لكنها عالية بدون تقريبا بدون مضايقة دفاعية، لكن الكرة جاءت عالية في الأخير إلى ركلة مرمى عند نواف العقيدي. تهديد بالنسبة للرجاء من كرة ثابتة، سلاح يعتمد عليه ربما الرجاء في مباراة الليلة. الكرة تصل إلى خيبري، لمسة نصراوية باتجاه بروزوفيتش، خيبري إلى مادو، وصول ساديو ماني أعطى قوة أكبر على مستوى الخط الهجومي للنصر. كرة باتجاه تاليسكا مار، تاليسكا مار، تاليسكا مار، تاليسكا تمويه، تاليسكا تحضير لرونالدو، كرة يا إلهي، روعة 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 يا كريستيانو، الله الله، يا سلام على لقطة، على مهارة، على فن، على متعة، على كرة، على لمسة، على سحر، على مهارة، على كريستيانو. كريستيانو يضرب الهدف الأول في هذه القمة بروعة كبيرة. تاليسكا صاحب كل شيء في هذه الكرة، الكنترول، المهارة، اللمسة، التمريرة. كريستيانو موعد مع الأهداف، موعد مع الفرحة، موعد مع التألق، هذه المرة باليسرى. لمسة في جهة اليسار، تيليز باتجاه ساديو ماني، تحرك نصراوي في هذه الأثناء لكن التغطية بعد ذلك إلى رمية جانبية. أول مباراة رسمية بقميص النصر بالنسبة لساديو ماني، وساديو ماني طبعا في بداية مشوار مع نادي جديد، بيئة جديدة، وضعية مختلفة شوية، يحتاج إلى بعض الوقت
يدخل في المجموعة بشكل أكبر، عكس بروزوفيتش وفوفانا اللي كان عندهم المباريات الودية في معسكر النصر الخارجي ضد أندية كبيرة على غرار بي اس جي وإنتر وبنفيكا وغيرهم. لمسة أمامية تصل إلى تاليسكا، خيبري بكرة على جهة اليمين، تحرك من جانب سلطان الغنام في مكان خطير عند المساحة، مر الغنام بتسديد كرة، يا ولد يا ولد يا غنام، الثاني للنصر بروعة كبيرة، هدف جميل جدا يا نصر، بروعة روعة روعة. الظهير الأيمن مهاجم في هذه اللقطة، قلنا في المباراة الماضية الغنام استعاد شيء من بريقه ومستوياته، الليلة يؤكد لنا ذلك بهذه الانطلاقة الرائعة والنهاية الجميلة بكنترول. شوفها مرة أخرى، الكرة اللي كانت من خيبري خلف المدافعين، الاندفاع للرجاء، ترك المساحات، اللمسة والتسديدة والروعة من ظهير أيمن بمواصفات هجومية. سلطان يسجل الثاني للنصر، العالمي يضيف الثاني في هذه القمة العربية في مرمى الرجاء، بروعة كبيرة للظهير الأيمن، بروعة كبيرة لظهير بمواصفات هجومية وسط شوال. جماهير النصر تحب 3-0 تأمين النتيجة وتقديم الفرجة أكثر في الدقائق القادمة. لمسة في وسط الميدان، بروزوفيتش تحرك بجانب تاليسكا، التمرير اليماني، يصل كرة ماني رونالدو، كريستيانو بكرة، لكن الحارس يتألق في ردها في صدها في إبعادها أمام كريستيانو. تسلل على رونالدو، تسلل على رونالدو في اللقطة الماضية. الكرة اللي كانت من جانب ساديو ماني، وفي الأخير تسلل على كريستيانو، تسلل في الأصل على ساديو ماني. بروزوفيتش إلى سلطان الغنام في جهة اليمين بكرة نحو تاليسكا، مرور جميل من جانب أندرسون، بينية حلوة لكن التغطية الدفاعية، المساحات والمهارات عند النصراوية والمساحات عند الرجاء، كرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل. الكرة في الأخير إلى رمية جانبية. دقائق في أفضلية واضحة للنصر على مستوى الأداء والنتيجة، بناء الهجم من الخلف بشكل رائع جدا، تدرج كروي مثير للنصر في هذه الأثناء، ومحاولة بعد ذلك لاستغلال المساحات الموجودة على الرغم من الضغط العالي من جانب عناصر الرجاء. النصر يعرف كيف يخرج وبالكرة بشكل جيد من مناطقه، ثم يبحث بعد ذلك عن المساحات وعن الثغرات وعن الفرص وعن الأهداف. بروزو يلعب الكرة إلى تيريز، يبحث عن كرة عرضية أخرى داخل المنطقة بالراس، بروعة كبيرة يا ولد، فوفانا والثالث يا نصر. الله الله الله، أي متعة، أي كرة، أي عرضية يا تيريز، الضربة الرأسية أسمر يا اسمراني، جميلة جميلة من فوفانا، روعة يا نصر، روعة روعة يا نصر، روعة. لم يأخذ الوقت اللازم أو الوقت الكافي بمعنى أدق لتقديم أداء أفضل. كرة محاولة لمصلحة الرجاء، حلوة 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 على جهة اليمين باتجاه زريدة، محاولة رجائية خطيرة، هدف الرجاء، بروعة كبيرة كان العمل الفني، ولكن النهاية كانت مؤسفة للنصراوية من مادو، عمل رائع على الرجاء في اللقطة الماضية. الشيء اللي راهن عليه الرجاء في مباراة الليلة الأداء الجماعي بعد عمل كبير في اللقطة الماضية، هفوة قاتلة في اللقاء الماضي لا جامي سجل في مرماه، هفوة قاتلة في مباراة الليلة مادو سجل في مرماه. النصر بأخطاء فردية دفاعية، لكن هذا لا يقلل على العمل الكبير بقميص النصر. تصل كرة بعد ذلك إلى بروزوفيتش، ساديو ماني، عودة لخيبري، يهدئ رتم المباراة بالنسبة للنصر، ويحاول طبعا انهاء الشوط الأول بهذه الوضعية، يأمن على الشوط الأول بنتيجة 3-1، ويكون الضغط أكبر على الرجاء الباحث عن الانتصار بعد ذلك أو عن الهجوم في شوط المباراة الثاني. تاليسكا عرضية لكن عاد الحارس على مرتين، كريستيانو يحاول ولا زالت فيها صافرة، خطأ على كريستيانو. شوف هذا اللي يتكلم عنه بالنسبة لموضوع رونالدو، الشغف الموجود عند رونالدو، القتالية اللي موجودة عند رونالدو، والأشياء كثيرة موجودة عند كريستيانو. يقاتل على كورة من أجل الوصول إلى هدف. طبعا رونالدو يحب الفوز باللقب مع النصر، هذا واحد،
ويحب أن يكون أيضا هداف البطولة مع ماني في قلب الهجوم. لمسة تصل بعد ذلك لمصلحة الرجاء، تغطية وتدخل محمود البنا الحكم الدولي المصري ينهي شوط المباراة الأول سيداتي وسادتي ب4 أهداف كاملة في شوط واحد بعرض كبير قدم الزملاء كريستيانو وتقدموا في النتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، وبأداء في تشكيلة الرجاء. تعود الكرة في وسط الميدان، لمسة من جانب ياولو على جهة اليسار بن تايك، الكرة بالكعب حلوة لمصلحة الرجاء على حدود منطقة الجزاء، لكن تغطية وتدخل وتسديدة بعد ذلك لكنها مرت بمحاذاة القائم كرة محمود بن تايك. الرجاء مرة أخرى في تهديد آخر، لكن الكرة على ما يبدو فيها تسلل في اللقطة الماضية. نعم الوردي كان متسلل يبحث عن التمريرة، لمسة للوردي، زكريا أحد البدلاء، زكريا بكرة على جهة اليسار، براوة أيضا لبن تايك. الرجاء في الهجوم بكرة أمامية خطيرة، لكن بعد ذلك باعت وفي الأخير إلى ركلة مرمى. يطالب لاعب الرجاء بحالة دفع في اللقطة الماضية وركلة جزائية، لكن الحكم كان قريب من اللقطة. سنشاهد ما إذا كان في دفع أم لا. شوف الكرة اللي كانت من جانب بن تايك، زرهوني مع نجامي، صراع الكرة بين اللاعبين، لأنه الكثير من الكلام حول مدافع جديد ينضم للنصر. زرهوني يلعب كرة لزريدة للرجاء في هذه الأثناء، الكرة تبقى لمصلحة الوردي، مجموعة من التمريرات خلف مدافع حلوة للرجاء، لكن الكنترول صعب في اللقطة الماضية. جميلة اللقطة الماضية لبوزوك، ضاعت الكرة الأخيرة بعمل فني كبير كان في اللقطة الأخيرة. شوفها من جانب توغولي ياولو، كرة ثابتة في مكان بعيد شوية، لكن رونالدو يحب التحديات أمام أنصار جماهيره في هذه اللقطة. رونالدو على تنفيذ كرة ثابتة حطها للأمام حلوة، لكنها صعبة بعيدة على ساديو ماني، كان فردي بعض الشيء في اللقطة الماضية. يستعيدها أندرسون، تاليسكا بالقدم اليسرى حطها، مرت بمحاذاة القائم، حلوة من جانب تاليسكا، لكن مرت بمحاذاة القائم. خطيرة اللقطة الأخيرة من جانب أندرسون، تاليسكا في الأخير إلى ركلة مرمى للزنيتي. شوفها مرة أخرى من جانب تاليسكا، أن تكون بداية خير في موسم جديد. كرة بالخطأ من جانب عناصر النصر، تحول سريع لمصلحة الرجاء، زريدة يحولها على اليسار، الوردي حطها لكنها في أحضان العقيدي. سهلة الكرة الأخيرة، فرصة كانت قريبة للرجاء ولكن في أحضان. لا زال الرجاء حي ويحاول، لا زال الرجاء يبحث. هذه كرة عرضية مرت من الجميع، الغنام خلصها، تعود مرة أخرى لمصلحة الفريق الأخضر للرجاء بلمسة أمامية. الزرهوني داخل منطقة حطها، الغنام يتدخل، خطيرة جميلة. شوفها كرة زرهوني، البدلاء عملوا فارق بعد دخولهم في هذه المباراة. تدخل في توقيت حاسم من جانب سلطان غنام اللي يقدم مباراة كبيرة للوراء نحو اسماعيل. قدم طويل الكرة، محاولة فرصة لمصلحة زريدة، لمصلحة الرجاء في هذه الأثناء. نوفل زرهوني تمويل، الرجاء بأكبر عدد من اللاعبين، تسديدة ولكن الحارس يتألق في بعدها. روعة الكرة الأخيرة، جميلة من جانب نوفل، جميلة أيضا من جانب العقيدي، ردة فعل رائعة لحارس المرمى. أجواء جماهيرية كبيرة هذه أنصار الرجاء في هذه الأثناء، خلف الرجاء في كل مكان بالنسبة. لا جامي باتجاه نواف العقيدي، بناء الهجمة باتجاه سلطان غنام لكنها بالخطأ، يستعيدها زريدة بكرة أخرى لأولو، مجموعة من التمريرات لمصلحة الرجاء خطيرة على حدود منطقة الجزاء، وتسديدة خطيرة للرجاء على مرتين، تألق العقيدي، وحش العقيدي، كرة حلوة لمصلحة أولو بعمل كبير جدا في اللقطة الماضية. بدا لي انه كشف دفاع النصر في اكثر من لقطة، بدا لي انه سهل الوصول الى مرماه في اكثر من كرة. حلوة اللقطة الماضية من جانب الروجي، اولو على اعتاب المرمى، ردة فعل على مرتين، تصدي في محاولتين لنواف العقيدي،
ممتازة اللقطة الأخيرة وعمل كبير من الحارس، ولكن أيضا اختراق كان في منتهى الروعة لأولو بدون تغيير على مستوى النتيجة في شوط المباراة الثاني. تعود الكرة لغريب عبد الرحمن، لمسة باتجاه كريستيانو، طلب الكرة من تاليسكا، تحرك ذكي بعد ذلك من غريب، كرة باتجاه كريستيانو ولمسة لرونالدو، لكنها بعد ذلك عدت. طلب الكرة كان من رونالدو في المساحة. أولو يحاول بكرة على جهة اليمين لمصلحة الرجاء، عرضية داخل منطقة خطيرة وفرصة للرجاء، ولكنها مرت من الجميع في منتهى الروعة. الكرة الأخيرة عمل كبير جدا لمصلحة الرجاء لكنها لم تكتمل، كان عندهم مشكلة على مستوى الخط الهجومي. الفرصة واللمسة الأخيرة ناقص. عادت الكرة مرة أخرى لعناصر الرجاء. 8 دقائق على نهاية المباراة. لمسة تغطية رائعة بجانب سلطان الغنام، مشروع مرتدة نصراوية، طلب الكرة من كريستيانو، الغنام يحاول التمرير وغريب تصل إلى كريستيانو، تمويه كريستيانو، تمويه كريستيانو، تسديد، يا إلهي في صدارة الهدافين مع الخريس. شوفها من كريستيانو، لم يكن متسلل، مهارة أولى، تمويه ثاني، تسديد باليسرى، العارضة منعت الهدف.